بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم بفيديو جديد. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم. الحلقة النهاردة مختلفة شوية، فانا بقول لكم رمضان كريم وفي نفس الوقت كل سنة وكل طيبة. عيد الام قرب، وبمناسبة عيد الام قرب مهم جدا ان احنا نكون عارفين ايه هي الهدايا اللي بتتقدم في عيد الام. طبعا اللي هيسألني هيقول لي هو ده ايه علاقته بالمحتوى بتاعك يا مي؟ هقول له طبعا ده مهم جدا، لان شغل الهاند ميد وشغلنا بيعتمد على السيزون. يعني والله في عيد صغير، ففي العيد الصغير في شغل معين كده بنشتغله، في العيد الكبير في شغل معين بنشتغله، بالذات بتوع الهاند ميد. مثلا في عيد الحب بيبقى فيه شغل معين بنشتغله. ومثلا دلوقتي قريب جدا هيبقى عيد الام، فمهم جدا نخطط له قبلها بفترة عشان نعرف نحقق فيه ربح حتى لو حاجة بسيطة اليومين دول. فأنا النهاردة معاكم هنا عشان نجاوب على أهم سؤال نسأله: إيه هي أكتر هدية مناسبة أو ملائمة لعيد الأم اللي نقدر نقدمها لأمهاتنا جميعا؟ ممكن كمان نقدمها لجدتك، لجارتك، لأي حد كبير في السن. ومثلا إذا كان عنده أولاد أو إذا كان ما عندوش أولاد، خلي بالكم من النقطة دي. فلو حد ما عندوش أولاد فهو أكتر شخص أحق بالهدية، طبعا بعد الأم يعني. تمام، دلوقتي هقول لكم على ايه هي الحاجات. طيب، هدايا عيد الام تتقسم لثلاث حاجات، او ممكن يكونوا اكتر من ثلاث حاجات. هنقول ان هما ثلاث حاجات: حاجات شخصيه استخداماتها الشخصيه، وفي حاجات للبيت اللي ناس كتير قوي اكتر حاجه بتبقى سهله بالنسبه لها انها تجيب حاجه لبيتها، للبيت يعني. عندها طبعا كلنا عارفين طقم الكوبايات لا غنى عنه في كل في كل عيد ام، بس احنا مش عايزين نعمل كده، عايزين نشوف بدايل. او بقى حاجات للهاند ميد، يعني حاجات هاند ميد تبسط والدتنا. طيب ايه هي؟ دي باللي انا افهمه. ممكن نعمل لها بوكيه فراشات. طبعا دي لو ام بقى كده روشه وكده، يعني الامهات اللي هي بالهديه زي دي هتفهمها طبعا. اعمل لها حاجه، في امهات بتحب الحاجات المجنون والطاقه، يعني تحس انها امهات شبابي شويه، فنعمل لها بوكيه فراشات، بوكيه ورد مثلا. وهعمل لكم فيديو عن طريقه عمل بوكيه ورد من شريط الستان، ان شاء الله استنوه قريب، او ممكن ينزل على طول بعد الفيديو ده على طول، فاستنوه. ممكن نعمل لها حاجه برواز صوره ليها، حاجه تابلو لو هي بتحب الصور وبتقدسها يعني. ممكن نعمل لها فيه كارت، في كروت كده صغيره، مش مجرد كارت اللي هو كل سنه طيبه وعيد ام سعيد والكلام ده، لا، في كروت بتتعمل هاند ميد، وده برضو من انواع المشاريع الصغيره. بتتعمل هاند ميد كده، بيبقى ليها شكل معين، ممكن كمان نضيف فيها صوره، حاجه كده شبه الاكسبلودنج بوكس اللي كنا بنشتغل فيه زمان. فبياخدوا منه فكره يعملوا منها كارت. عارفين الطاره اللي احنا ممكن نعملها بتاعه العريس والعروسه او كده؟ احنا ممكن نغير الكلام ونكتب الكلام اللي احنا عايزينه. كمان ممكن نعملها على اكليريك وتتحفر ليزر، ونكتب برضو الرساله اللي احنا حابين. بصوا كميه المشاريع اللي احنا ممكن نعملها الفتره دي لمجرد ان احنا في عيد الام. طبعا في مشروع تاني، مشروع كمان تغليف الهدايا. مشروع اللي هي عندها تغليف الهدايا، او مثلا بتجيبي بوكس في اصلا، يعني دي شغلانه كده لوحدها من حاجات الاعمال اليدويه، او اللي عنده محل، او بيبقى فيه ناس اونلاين بتعمل كده بوكسات، وتجيب بقى الهدايا. مثلا هي الشخص ده بيطلب انا عايز هديه كذا وكذا وكذا، فبيحطوه بقى في بوكس، انت مثلا بتغلفه بطريقه معينه وبتقدمه بشكل معين، وبيبقى من بين اختيارك، يعني انت اللي بتقرر الحاجات اللي بيتحط في البوكس والعميل، يعني بناء على رغبتكم انتم الاتنين. طبعا اللي عنده اي فكره بخصوص الهاند ميد في اعياد في عيد الام او كده، ما يبخلش علينا بيها ويكتب لنا في الكومنتات ايه اكتر فكره، يعني من الافكار اللي انا قلتها سهله التنفيذ، وايه الفكره اللي لو حابين نتكلم عنها، وايه الفكره المناسبه اللي انتوا تقدروا تنفذوها. ولو في فكره انا نسيت اقولها او حاجه وانتوا عندكم، اكتبوا في الكومنتات عشان نساعد بعض. خلاص خلصنا من الهدايا بتاعه الهاند ميد. في بقى هدايا تانية، نوع الشخصيه بتاع والدتنا. بمعنى في شخصيات زي ما قلت لكم اللي هي الروشه اللي ممكن تستقبل هديه زي الورد او البوكيهات والحاجات دي، وفي ناس بالنسبه لها لا ما ينفعش. انا بالنسبه لي مثلا في حاجات تانية قيمه اكتر عشان الفلوس وحرام وتستفيد بيها او كده. نخش بقى الليفل التاني اللي هو
اسدال الصلاه والسبحه الالكترونيه، مصحف ومسك. في ناس بتحب المسك والحاجات الصغيره دي. في كمان هقول لكم بقى ازاي نحول الكام حاجه دول لحاجه تبع شغلنا. سجاده الصلاه نكتب عليها بالتطريز اسم، لو هي سجاده ساده خالص نكتب عليها اسمها بالتطريز، فده فكره مشروع تاني. الاسدال الصلاه برضو ممكن نكتب عليه اسمها لو انتوا حابين، يعني ممكن تجيبوه حتى جاهز، ولو انتي بتشتغلي تطريز اكتبي مثلا عليها اسمها بطريقه او كلمه ليها، تمام، هتبقى حاجه حلوه قوي. السبحه الالكترونيه كمان طالعه ترند الفتره دي، ان هي بتحط عليها استراس بشكل معين وبيغير شكلها، وطبعا ده ترند رمضان اصلا، المفروض كنا اشتغلنا فيه اللي هو بقى ايه واحنا بنحضر للحاجه قبل موسم رمضان. فبيتحط فيها استرسات بشكل معين وبيغير شكل السبحه نهائي لو هي بتحب السبحه الالكترونيه. وفي سبحه بتبقى هي شبه السبحه بس الكترونيه احدث منها شويه وبتبقى في الاسبوع كامل يعني. دي كلها حاجات ممكن نحطها في بوكس واحد، واللي قادر يشتري منها حاجه واحده ما يبخلش عليها يعني. مش لازم نعمل كميه كبيره، هو ممكن حاجه بسيطه جدا تفرح والدتنا. حتى مثلا عارفين البوكيه اللي بقول لكم عليه ده، احنا ممكن بورده واحده بس لو قدمناها بشيك بطريقه معينه امهات كتير قوي هتقبلها وهتكون مبسوطه بيها جدا. حاجات كمان مهمه جدا استخداماتها الشخصيه، مثلا شوز لو هي عايزه تجيب جزمه معينه، شنطه، شبشب، يعني حسب ما هي عايزه. طبعا احتياجاتها دي حاجه مهمه جدا، لو هي محتاجه حاجه معينه فاحنا طبعا نفكر فيها اول حاجه. في مثلا امهات بتحب الروب، عبايات، هدوم، لو انتوا شايفين انها محتاجه حاجه في الهدوم تمام. امهات بتمسك الموبايل كتير فممكن تكون محتاجه شاحن جديد، محتاجه مثلا كفر للموبايل شكله حلو، وده برضو ممكن نستخدمه ان احنا نحط عليه صورتها بشكل معين ونعمل فيه نستخدمه بحاجه فينتج كده، ونكتب فيه مراسيل او نحط صورتها او نستخدمه ريزن. فحتى كفر الموبايل نقدر نعمل منه مشروع لوحده. لو هي برضو مهتمه بحوار انها الموبايل زي ما قلت لكم، السماعات برضو الشخصيه. امهات بتحب تهتم مثلا بنفسها وبشكلها وكده، ممكن حاجات للبشره، فيتامينات للبشره مثلا، او حاجه هي مستخدمه او هي خلصانه من عندها، حاجه للشعر، مثلا حمام كريم للشعر، شامبو معين هي بتستخدمه لو خلصان من عندها اكيد اعمل كده وهاتولها. في كمان امهات بتحب الفيتامينات يعني فيتامينات، طبعا انت هتعمل حاجه حلوه قوي، في فيتامينات ممكن تجيبها لها وهتساعدها جدا وهتدعي لك في المستقبل. فيتامينات مخصصه مثلا بعد سن ال 30 ل 40، امهات يبقى 30 30 40 40 50 60 وهكذا يعني، ربنا يا رب يديهم طولة العمر. في برضو نوع من الامهات بيحب لا اهم حاجه سريري، ممكن تجيب لها دفايه سرير، ملايه سرير، حاجه كده مخصصه للسرير بتاعها، ممكن طبعا برفن، يعني الحاجات اللي هي لو هي حابه حاجه معينه او نوع معين. التقليديه خالص لو هي ست بتحب المطبخ جدا ما تبخلش عليها، مثلا تجيب لها طقم طاسات، طقم كوبايات. احنا ممكن نتحط في البلاك ليست بعد طقم الكوبايات دي. ممكن معالق معينه لو هي حابه طقم معالق، او هي كل ام كده ليها تكايه، فانت ممكن برضو لو انت عارفه ان هي مثلا بتحب او نفسها بتحب المعالق جدا وبتقدسها، لا مفرش سفره، افكار كتيره جدا، كفر لحاف. ايه تاني انا بحاول برضو انا كاتبه عشان ما انساش حاجه، ساعه حائط، ممكن ستاره لو هي برضو حابه بتحب التغيير وبتحب كل شويه حاجه مختلفه هاتلها ستاره طبعا. سجاده، ايه انتوا عارفين ان ممكن عشان تريحوها لو انتوا يعني حالتكم الماديه، طبعا ده ليفل الوحش، بس لو انتوا حالتكم الماديه كويسه شويه هاتولها غساله اطباق، طبعا انتوا هتريحوها وهتقعد تدعي لكم طول عمرها، تمام. غساله اطباق لو هي مثلا المكوه عندها بايظه هات لها مكوه طبعا. مثلا لو هي من الامهات اللي ما جالهاش هاند بلندر اشتروا لها هاند بلندر طبعا يعني. في بقى امهات بتقدس المنتجات الغذائيه، يعني مثلا ايه تقول لك لا انا ما بحبش اي حاجه من الحاجات دي وانا عندي كل الحاجات دي، تخش عليها بقى بايه، والله زيت وسكر وسمنه والحاجات دي وهتدعي لك برضو. انا بحاول على قد ما اقدر ارضي كل الاذواق الامهات، وانتوا شطارتكم ان انتوا تفهموا دماغ مامتكم ايه. وكمان انت ممكن تاخدها وتعزمها بره مثلا على عشاء، فطبعا عشان احنا في رمضان فاحنا يبقى طبعا هيبقى على فطار وهتدعي لك برضو جدا، وكمان هتبقى مبسوطه جدا. قيمه الهديه يا جماعه مش في الفلوس اللي هتدفعها، ولا حتى في انها تبقى كبيره جدا وفي 50 بوكس. قيمه الهديه فعلا في انك فكرت ونفذت وقررت ان انت تجيب هديه، حتى لو حاجه صغيره جدا، حتى لو ورده.
فاعتقد هي كفيلة جدا انها تفرح اي حد محتاج حتى الكلمة حلوة. على فكرة في ناس كمان ولا حتى الوردة بتفرق معاهم، ومجرد ان انت تقول لها كلمة حلوة فده بالدنيا كلها. كل سنة وانتم طيبين، وكل وهي طيبة. يا رب اكون رديت على سؤالكم، وبشكركم لو انتوا لسه بتشوفوني لحد دلوقتي.